عمرك سألت نفسك قبل كده قلب أخوك ليه في ناس بتحب تبقى صايعة؟ ليه كسر القواعد والجرأة الزايدة والتمرد دايما شكلهم جذاب؟ هل عشان ده إحساس بالحرية ولا ده هروب من الضغط؟ في الفيديو ده هنتكلم بصراحة ومن غير تجميل. ليه في ناس بتحب تبقى صايعة؟ وإيه اللي ورا الصياعة نفسيا واجتماعيا؟ أول حاجة يا صديقي هي حب الحرية وكسر القيود. الإنسان بطبعه من وهو صغير ما بيحبش حد يتحكم فيه، واعمل كده وما تعملش كده، ذاكر ما تذاكرش، روح تعالى. الإنسان ما بيحبش حد يتحكم فيه، فبيجي في وقت يحس إن هو مخنوق فيقول خلاص بقى أنا عايش على مزاجي. فتيجي هنا الصياعة على هيئة حرية أو تمرد. بس الحقيقة إن الحرية اللي بتيجي من الصياعة حرية مؤقتة وتمنها بيبقى تقيل بعد كده. تاني حاجة هي لفت الانتباه وإثبات النفس. في ناس كتير قوي صايعة مش عشان بتحب الصياعة، عشان بتحب تبقى ظاهرة وتبقى متشافة. وهو مفهوم إن أنت لما تبقى صايع هتبقى متشاف وهتبقى ظاهر. ده المفهوم بتاع الشباب. فده اللي مخلي الشباب كلها ماشية منزلة لي بناطيلها وماشية بتهز في كتافها ومفكر ان هو كده واد راجل وصايع ومحدش عارف يكلمه. الشاب بيبدأ يعمل تصرفات غريبة وعجيبة ومستفزة احيانا، مش عشان هو مقتنع بكده، عشان يتقال له ياه انت جامد قوي الله عليك يلا. واوقات كتير ده بيطلع من الحرمان والتجاهل واحساس بالنقص او قلة تقدير مثلا. تالت حاجة هي الهروب من الضغط. في مثلا واحد بيبقى مضغوط في البيت، مضغوط في الشغل، مضغوط في حياته كلها، فيبدأ بقى يقول خلاص بقى احنا نعيش يومين. بيبدأ سهر، علاقات، استهتار، تهور، مش لأنه حابب كده، لأنه هربان. بعدين الصحبة بتسحب، الصاحب ساحب. دي مش كلمة وخلاص. انت لو دايرتك كلها عيال صايعة، عيال مستهترة، عيال مش شايلة مسؤولية، انت عليه العوض فيك، انت مش نافع تاني، لانهم هيجروك معاهم من غير ما انت تاخد بالك. هتلاقي نفسك بتعمل زيهم، مش عشان انت مقتنع او عشان انت مرتاح، عشان ما تبقاش لوحدك. فاهمني؟ هتعمل زيهم عشان انت ما تبقاش لوحدك. فهتعمل حاجة وانت عارف ان هي غلط. ليه؟ عشان في ناس غيرك بتعملها. خامس حاجة هي وهم القوة والجدعنة. في ناس فاكرة ان الساعة قوة ورجولة سيطرة، مش فاهمة، متعرفش اللي فيها. بس الحقيقة ان مش كل واحد يعلي صوته ويبقى قوي، ومش كل واحد يكسر القواعد يبقى شجاع. اوقات كتير بيبقى اقوى واشجع واحد هو اللي قاعد ساكت ما بيتكلمش. وسادس حاجة هي الفراغ. الفراغ بيعمل مصايب. اللي ما عندوش هدف او حلم او حاجة بيسعى ليها ده بيضيع وقته في الحاجات اللي احنا قلنا عليها قبل كده، اللي هو الصياعة والتمرد والقعدة على النواصي ليل النهار ويقعد يرازي في بنات الناس واللي رايح واللي جاي. بس الحقيقة اللي محدش بيقولها لك ان الصياعة في الاول بتضحك وبتفرح وبتديك احساس انك كسبان الدنيا، بس بعد شوية بتسحب منك صحتك وفلوسك وسمعتك ومستقبلك. وكل سنة وانت طيب. خلاصة ان احنا مش بنحب الساعة لذاتها، احنا بنحب الاحساس اللي بيجي من وراها، اللي هي القوة والحرية والاهتمام. بس كل دي متعة سريعة وعواقبها بعدين بتبقى تقيلة اوي. لو انت دلوقتي ماشي في سكة صياعة محدش هيحاسبك غير نفسك بعدين، وانت اللي هتيجي في الاخر تلوم نفسك وهتقول يا ريتني كنت مشيت في الصح وممشيتش ولا حطيت رجلي في الغلط. بس ده اللي كان عندي اقوله لكم، ويا ريت اكون فدتكم بمعلومة كويسة. واستنوني في فيديوهات جاية ان شاء الله. مع السلامة.